أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا يوم القيامة. فنحن الآن متواجدون بمسجد السلام ببوقادير، والآن سنوافيكم بمعلومات خاصة عن هذا المسجد. المشروع بناء مسجد السلام ببوقادير. مكان المشروع بوقادير مركز. صاحب المشروع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية شلف. طريق تموين المشروع عن طريق التبرعات. المشرف على الإنجاز الجمعية الدينية لمسجد السلام ببوقادير. تاريخ بداية الأشغال جوان 2000. المساحة الإجمالية لمسجد السلام 1200 متر مربع. نسبة الاستيعاب 2400 مصلي. ويتكون المسجد من 3 طوابق مع جميع المرافق الضرورية. والمبلغ المقدر لبناء مسجد السلام ببوقادير 33 مليون دينار جزائري. وبعد مرور 10 سنوات المبلغ المستهلك 55 مليون دينار جزائري. وندعو الله سبحانه وتعالى لمن تكفل ووقف على هذا المسجد الذي يعد من المساجد الأثرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله مصطفى معمري.